بعدها الموضوع اتطور وتحول لعلامات مميزة. القهوة اللي جاية، أيوة الكاوتش معاك، عند البنزينة وحياتك. وفي تطور آخر تحول الموضوع لحاجات أغرب. تلاقي واحد بيقول لك المطب اللي جاي يا زعيم، أيوة الشجرة الكبيرة يا معلم، كوم الزبالة اللي جاي من فضلك، البلاعة وحياتك. كل ده كوم. واللي حصل لي في رمسيس كوم تاني. راكب عربيتي ومعدي كده، فلقيت اكتر من واحد واقفين ناحية الاسعاف وبيقولوا ام بيوم ام بيوم ام بيوم. قلت ايه ده؟ قلت اقرب جايز حد شافني وبيهزر معايا مثلا ولا حاجة. فقربت فلقيت واحد جاي بيجري بيقول له اخرك ام بيومي ولا هتكمل؟ ففهمت ان في منطقة اسمها ام بيومي. فقلت اجري قبل ما المسألة تتطور والاقيهم بيقولوا ام بيومي فؤاد. كمان عمرك ما هتلاقي في اي دولة سواق ميكروباص بيشرب شاي ويلم الاجرة ويفك من الكارتة وعارف مين اللي ما دفعش ورا ويبعت للناس الباقي من غير ما يتلخبط، وعينه على الزبون اللي في الشارع ومشغل اغاني بصوت عالي وبيسرح شعره في المراية ويسلك ودانه بمفاتيح. كل ده وهو سايق. معلش بما ان انا روسي وكده يعني فانا جبت معايا مترجم يترجم لكم الكلام عشان لو في حاجه انتوا مش فاهمينها وكده يعني. مبدئيا اهلا بيكم في المركز الثقافي الروسي. بيقول لكم مساء الحلاوه والعسل ومع بعضنا في المصلحه. مساء الخير. مساء النور يا حماده. انت بتقول لي انا مساء الخير ليه؟ انا روسي. قول له هو. مساء الخير. حماده خرشوه. ده بيشتم. لا ده بيقول لي انا. ما هو دي عشان انا شتيمة. روسي. عشان انا روسي. انت روسي. لا خرشوه. ده بيستاذن عاوز يمشي يخرج. انت من دخار. الكورس بتاعنا هيكون عباره عن ورديتين. بقول لكم خفيف خفيف عشان هو بيتضايق. هنتعلم كيف تصبح سواقا وتباعا في 7 أيام. كله بالاحترام حلو. واول حاجه لازم تكون معاك قبل الرخصه دي اللي هي زي دي كده اهو. مبدئيا احنا جايين عشان نشتغل على ميكروباصات. يعني اللي بيعرف يسوق معلش مش هيقدر يحضر الكورس دوت. في كورس بعد دوت للسواقين الميكروباصات زياده 300 جنيه. اللي مش معانا يبقى علينا واللي هيتكلم ههزقه. التباع بيتعرف من النطق، من الاكسو بتاعه. يعني مش اي حد ينال شرف انه يبقى تباع. ريبيت افتر مي. ريبيتد افتر مي. يعني قرطانه معاه. بوليع 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 بوليع. اللي هي بولاق. بولاق منطقة بولاق الدكرور أو بولاق أبو العلا، هما الاتنين بولاق بولاق بولاق. مبيع. اصعب خط بقى يا ولاد، وده معتمد على الحفظ والخطف في نفس الوقت. رابع طيران ساعة عشي ايه؟ رابع طيران صلاح سالم عباس العقاد وعاشر. كتير جدا على طول هي بتبقى كده. خرشوه. ودلوقتي اشارات الطرق. اهم حاجه لسواق الميكروباص انه ينفض لاشارات الطرق. مالناش فيه. احنا ما بنحترمش الطرق، هنحترم اشاراتها. يلا. ايه دي؟ الجامعة. برافو، اقعدي. ايه دي؟ المتميز. برافو، اقعدي. ايه دي؟ زمالك. اسكان الزمالك اللي انت بتقول عليها دهيت ما بيخشهاش اي ميكروباص في الدنيا، دول مش راضيين يدخلوا المترو. ايه دي؟ دي دوي 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 شا دوي 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 شا دوي 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 شا. صح كده يا استاذ؟ يا حبيبي صح. الواد ده حلو قوي. ايه دي؟ برافو يا اولاد. لا والله يجي منهم. حلوين قوي العيال دي. اوكي. الوصايا ال10 لسواق الميكروباص. الازاز ما بيفتحش في الصيف وما بيقفلش في الشتاء. دي نمره 1. نمره 2، اللي قاعد ورا السواق ده ما يحطش رجليه حتى لو دي تعليمات الدكاتره بالنسبه له، يشوف الكلام ده في اي حته ثانيه. نمره 3، ساعه الميكروباص 14 ده عندها في المرور يعني. سعه الكرسي 14. نمره 4،
العربيه بتتغسل قبل وبعد الورديه، لو الطريق واقف بتنزل تغسلها في وسط الطريق. نظافة حلوة. نمره 5 الكلاكس. الكلاكس بالنسبه لواحد تاني الكلاكس. الكلاكس ده ميكروباص وروسي. برافو، ميرسي كتير. يعني انا بتكلم عربي مكسر شويه. الكلاكس بيتضرب من 70 ل 74 مره في الدقيقه. على قد ما تقدر. وضربات متقطعه شريره. نيكست الوقوف للمزز والجري للجدعان. الراكب اللي وزنه اكتر من 70 كيلو وانت طالع ده تدوس عليه بالعجل، ملوش دي عندنا. لو حد وقفك بتوع الكارته هتقول له انا لسه طالع، حتى لو شغال من اول امبارح، ويا ريت تاخده على جنب كده وتتخانق معاه حتى لو على جنيه. الناس بتكره الفقره دي قوي. نيكست تقول بالراحه على الباب وترزعه انت مع اقرب فرمله. السواق كبرياء وكرامه، اللي قاعد ورا يقول لك وطي الكاسيت تقول له تعالى وطيه انت. التدخين ممنوع جوه الميكروباص قولا واحدا، يستثنى من ذلك السواق واللي قاعد جنبه لو عزم عليه. وانا سوري، والمترجم. محدش يعرف يعمل معايا حاجة. وخراشوف عشان بلدياتي. الزبون مجرد جنيه مرمي على الارض، لو ما لحقتوش غيرك هيلحقه وهتفضل ندمان طول اليوم. فاضيه كراسي، الزبون بيحب يسمع قوي الجمله دي، فاضيه كراسي. في عربيتك فاضيه كراسي حتى لو الناس باظه منها من بره الموضوع. العربيه اللي تسبقك بتعلم عليك، يستثنى من ذلك عربيه الاسعاف، دي بتوسع لها عشان تلزق وراها وتلحق تعمل ورديه زياده. حد عنده اسئله؟ سوري، حد ممكن يبقى عنده اسئله؟ وارد ان في حد يبقى عنده اسئله؟ مجبورين مجبورين بالمس. على العموم اللي عنده اسئله ممكن يكتبها على ظهر الميكروباص. كده المحاضره خلصانه بالشياكه. يلا اسطى عشان عندنا فردة. طريق السلامه ابو هاني حبيبي. مواصلات، حد يسجل على المواصلات. مواصلات، ايه رايك في المواصلات بس؟ المواصلات؟ المواصلات ده صعبة. ايه رايك في المواصلات؟ زي الزفت. زي الزفت. ايه رايك في المواصلات؟ زي زفت والحمد لله. زي الزفت. مواصلات زي الزفت. بتحب المترو ولا بتحب الميكروباص؟ المترو. اشمعنى؟ عشان المترو ما برجعش فيه. الاتوبيس احسن ولا الميكروباص؟ لا الاتوبيس. السلام عليكم. الميكروباص احسن. لما تركب ميكروباص والسواق يقول لك 4 على الكنبه ورا ماليش فيه، بتعمل ايه؟ بتضايق وبتكلم معاه بس مهندس. لو بنلعب رياضه علشان نعرف نستحمل مواصلات بلدنا، نلعب رياضه ايه؟ عشان نلعبها ايه؟ طب ما في ناس تخينه. الجري. دوم ولا دوم. المفروض حديد، نلعب لها حديد. دوم ولا دوم. نلعب كونج فو كده. دوم ولا دوم. بص هو انا بلعب جمباز. تلعب لها ممكن نبقى جودو او كاراتيه او اي حاجه من دي، ان انت اول ما بتخش المترو لازم تزق وحاجات من دي يعني. وتبقى مأمن على نفسك. زحمه يا دنيا زحمه. زحمه وتاع الحبايب. اجي من هنا. زحمه. اروح هنا. زحمه. زحمه يا دنيا زحمه. ايوه ايوه بقى. انت بتزعل من السواق اللي بيقول لك نركب 4 ورا على الكنبه صح؟ واحده تجيب لي ولادها على حجر جالي بسلمانيه وتحط عليها الحاجات. طب بقول لك انا واصل اخر الشارع، ممكن تاخدني معاك؟ يلا بينا، اتكلنا على الله. اطلع يابا. سلام عليكم. لا اسمع لا ارى لا اتكلم.